بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا الكرام، إن شاء الله تكونون بخير وبصحة زينة. اليوم راح أشوفكم طريقة عمل اللبلبي والباقلة. هاي طبعا منقعتهن من الليل قبل يوم، يعني ليلة كاملة منقعتهن، حطيت لهن شوية بيكنج صودا وغسلتهن غسل نظيف ونقعتهن بالصودا. هاي هنا ثاني يوم غسلتهن من عندها كل زين من الصودا، وخليت لهن مي نظيف وخليتهن على النار. هسه ورا ما يفورون اشوفكم. هاي رجعت وياكم بعد ما تقريبا مرور ساعة. شوفوا صار بهذا الشكل، بس هم بعد خليته على النار لأنه يعني أريده بعد ينطبخ أكثر. أول ما فار نصيت النار عليه كلش، يعني على التهدير نصيتها، بحيث خليت النار كلش قليلة حتى يستوي على راحته. هسه هنا بعد راح أعوفه بعد فوق الساعة، بعد أخليه نص ساعة إن شاء الله وأشوفكم النتيجة. بس الباقلة استوت، يعني الباقلة تقريبا أخذت 40 دقيقة استوت، و35 دقيقة هيك شي، بس أنا نصيتها. شوفوا شلون المردت مرد ما شاء الله، يعني رأسا استوت. باقلة جديدة ونوعيتها كل زينة واستوت بساعة، يعني أول ما فارت نصيتها. هسه الباقلة هاي بعد كملت إن شاء الله، راح أطفيها. يبقى عندي بس اللبلبي. طبعا هاي بدون أي إضافات، يعني أكو بيهم يقولون يضيفون نوى تمر أو يضيفون شغلات، فهاي بدون إضافات. هسه أشوفكم النتيجة. هاي رجعت وياكم بعد ما كلش استوى اللبلبي تمام، يعني بعد ما يحتاج لأي طبخ على النار. شوفوا شلون مردت الحباية مالته، يعني هنا أنا حار ما قدرت أوضح لكم، بس هسه أشوفكم. راح أضيف لهاي التوابل المطيبات طبعا، فلفل أحمر حار، فلفل أسود، وكركم، وماجي دجاج مكعبين. هاي طلعت قسم من عنده، راح أهرسه بهاي الهراسة حتى شوية يثخن المي مالت اللبلبي. شوفوا شلون مستوي، يعني مستوي كلش، يعني مثل اللبلبي أبو العربانة، اللبلبي مالت السوق. يعني واحد يسوي بالبيت أنظف وأطيب، والمطيبات اللي تعجبكم تخلونها. احنا نحب عليه ماجي وفلفل أسود وفلفل حار وكركم فقط، ما أخلي غير أي شيء. ومن يستوي شوفوا شلون ممرودة الحباية مالته، من يستوي نهائيا يعني كلش يستوي تمام، يلا أضيف له الملح. فهسه أنا خليت ماجي فما راح أخلي ملح، راح أخليه يفور فد فورتين 3 بهاي التوابل اللي خليتها إليه، وبعدين أشوفه يحتاج ملح أو لا. هسه إن شاء الله من يكمل أشوفكم شلون صار لبلبي ولا أروع. هسه بس محتاجة يعني يفور شوية بعد ما أضيف له هاي الأشياء، وراح أضيف له مي بعد لأن يحتاج مي. خلص المي مالته، لأن أنا بالأساس خليت له مي قليل، قد حتى مي دائما اللبلبي إذا يتخلى له مي قليل يستوي بسرعة، يعني مو مثل المي الهواية. شوفوا شلون صار شكله، يعني ما أحكي لكم على طعمه شلون صار طيب. أتمنى يعجبكم وتجربونه وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. هاي هنا إن شاء الله بس راح ياخذ له فد فورتين ورا ما أخلي له المي حتى يتجانس ويا التوابل اللي خليتها. أشوفكم النتيجة إن شاء الله. هاي هنا بعد ما ضفت المي عليه وأخذ له فورتين بالمي وتلابست بيه كل التوابل يعني الشغلات اللي خليناها المطيبات. شوفوا مي شلون صار ثخين، وطعمه ما أحكي لكم عليه كلش طيب. علينا وعلى عيونكم بألف عافية.